اهلا بيكم. تعالوا مع بعض نعمل صينية سمك سنجاري من المكريل. تحفة رهيبة مع شوية رز صيادية، حاجة كده من الاخر تحفة التحفة، مع بطاطس بقى كده دايبة وطعمها لذيذ جدا، مع توليد فوط خضار وتتبيلة بجد رهيبة. عندي هنا التتبيلة بقى توم مفروم مع ملح كمون كزبرة عصير ليمون، يعني تتبيلة بسيطة خالص وتقدري تلعبي في مكوناتها كمان. عندي كمان معلقة من المستردة، تقدري تستغني عنها لو مش متوفرة. تقدري تضيفي كزبرة خضراء، تقدري تضيفي فلفل حار، تقدري تضيفي شبت زي ما تحبي للتتبيلة البسيطة دي. ببدأ اتبل بقى السمك المكريل اللي انا نضفته كويس وفتحت بطنه وشلت منه اي حاجة كده، وشلت الراس، يعني لو انت بتحبي الراس تمام. بعد كده تبلته كويس جدا بالخلطة البسيطة دي وركنته على جنب، وانت ووقتك ساعة نص ساعة 10 دقايق ربع ساعة زي ما تحبي. آه انا ركنته كده على ما جهزت شوية الخضار بتاعنا وطلع بجد في منتهى الجمال. عندي بقى حوالي 4 بصلات كده وسط، قطعتهم لمكعبات، يعني وسط برضو، لا كبيرة قوي ولا مفرومة. مش بحب بصراحة افرم او اعمل البصل بتاع السمك في الكبة او ابشره ناعم، بيكون قطع كده عشان خاطر يديني طعم اقوى. بعد كده عندي 4 حبات من الطماطم برضو وسط، يعني لا تكون جامدة قوي وناشفة ولا تكون طرية ومصلصة كده. هبدأ اقطعهم لمكعبات. عندي كمان شوية من الفلفل الاحمر والفلفل الاخضر، حابة تضيفي فلفل حار زي ما تحبي انت وذوقك. بقطع كمان 1 كده من الفلفل الرومي برضو لمكعبات وبضيفهم للخلطة دي. يبقى عندي بصل وطماطم وفلفل احمر وفلفل اخضر و3 حزم من الخضار، بقدونس وكزبرة وشبت، وافرمهم ناعم جدا وبضيفهم برضو للخلطة الجميلة بتاعتنا دي مع جزرتين بشرتهم على الناحية الخشن. تمام. عندي ملح ومعلقة مستردة، كمون كزبرة، شوية من الثوم المفروم، معلقتين خل و3 معالق زيت وعصير ليمون، حاجة كده بسيطة البسيطة. بأخلط بقى كل الحاجات دي كلها كده مع بعض وبركنهم على جنب كده. وبعد كده بحطهم في البايركس، بحط جزء كده في البايركس او في صينيه او في صاج المتوفر عندك. وعندي حبتين بطاطس وسط بقطعهم رفيع جدا، يعني ادخل من الشيبسي وارفع من بطاطس اللي بتكون في صينيه البطاطس. وببدا اوزع بقى البطاطس بتاعتي كده على الصينيه واقدر اقلب البطاطس مع الخضار دوت عشان تاخد من الطعم. وبعد كده ورقتين لورا كده على البطاطس بتدي برضو ريحة وطعم حلو قوي. بعد كده بعد ما السمك خد وقته في التتبيلة ببدأ افتحه كده على صينية البطاطس وابدأ اضيف له الخضار واوزع الحشوة بتاعتي كده، يعني برضو على السمك وجنبه، واضيف معلقتين من الزيت على الوش وادخلهم على فرن درجة حرارته عالية، بس بغطي الصينية بتاعتي. تعالوا بقى نعمل الرز الحلو بتاعنا. نزلت بالزيت سخن كويس جدا وبدأت اضيف البصل، عاوزاه ياخد لون ذهبي معانا بالشكل ده زي ما انتم شايفين. بعد ما بياخد اللون الذهبي ده ببدأ اضيف له معلقتين من السكر عشان يتكرمل مع البصل ويطلع الطعم الحلو بتاع البصل بتاعنا. تمام. بعد ما بياخد اللون بقى البني ببدأ اضيف له مكعب مرق، ملح، شوية من الكمون وشوية من الكزبرة، تديني تيست وطعم عالي يضرب في النافوخ كده. بعد كده بقلب بقى البصل بتاعنا كده وبضيف له المية تغلي كويس جدا، وبعد كده ببدأ اضيف الرز المغسول ومتصفي كويس جدا وبسيبه على نار عالية لحد ما بيتشرب. بعد ما بيتشرب بديله تقليبة كده وبهدي عليه خالص لحد ما يستوي. هنا بقى صينية السمك بتاعتنا اتحمرت بقى وبقت زي الفل، وطعمها وريحتها عارفين بقى جايب اخر الشارع. بعد ما بتستوي كده والمية تتشرب بتاعتها من تحت بفتح عليها الشواية تاخد لون وشكل زي ما انتم شايفين كده. بكده الفيديو بتاعنا انتهى. لو عجبكم ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب لو اول مرة تزورونا. سلام.